السلام عليكم متابعيني في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الفراخ او الدجاج بطريقة جديدة بتتبيلة جديدة. الفراخ من الوصفات اللي ما بتنتهيش، يعني ليها مليون طريقة نعملها بيها. وكمان هنعمل رز بطريقة جديدة هتعجبكم. بس قبل اي حاجة ننزل في الكومنتات ونصلي على الرسول اكسب اجر انا وانتم. ويلا نشوف هنعملها ازاي. نسمي الله ونبدأ. عندي الكبة بتاعتي هحط فيها واحدة فلفل احمر كبيرة، وكمان حباية طماطم كبيرة، وده نص واحدة فلفل اخضر، وبصلاية كبيرة. ده على التتبيلة دي لفرختين. لو هتعملوا واحدة نحط طماطم صغيرة، بصل صغير، طماطم صغير، حتة فلفل اخضر، وكمان هنا عندي 7 فصوص توم. والبهارات بتاعتي معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة ملح. دي كل البهارات اللي احنا هنحطها. وكمان عندي ربع فنجان خل، ومعلقتين كاتشب. لو هنعمل فرخة واحدة نحط معلقة واحدة بس. وهي دي كل المكونات بتاعت التتبيلة بتاعتنا. هفرمها في الكبة فرم ناعم بالطريقة دي، ونتبل بيها الفراخ. قبل ما نتبل هنشيل نص التتبيلة في طبق ونركنها على جنب. وعندي هنا الفراخ غسلاها ومصفياها ومقسومة نصين، وعاملة فيها فتحات عشان التتبيلة تدخل جوه. وبدعكها بالتتبيلة من جوه ومن بره وفي كل مكان، يعني بحاول ان انا ما اسيبش ولا حتة فيها من غير تتبيلة. كده دلكتهم كلهم بالتتبيلة. هرش عليهم رشة زعتر، وكمان عصير ليمونة كبيرة، وهرجع اقلبهم كلهم مع بعض. انا متبلاهم قبلها بيوم، لان انا بحب التتبيله تفضل في الفراخ يوم كامل. بغطيهم وبسيبهم في التلاجة لتاني يوم. دلوقتي بقى جبنا الصاجه بتاعه الفرن وحطينا عليها ورق زبده، او ممكن في طاسه عاديه على فكره، يعني مش مشكله لو ما عندناش ورق الزبده. في طاسه عاديه بنفرد الفراخ كده، وبعدين باقي التتبيله اللي موجود في العلبه هنفضيه على الفراخ. حتة ضاعت مني في التصوير بنغطيهم بورق فويل. الأول ورق زبدة وورق فويل بعدين، ونحطهم في الفرن على أعلى درجة في الرف الوسطاني، ونسيبهم ساعة إلا ربع. هنلاقيهم استووا وبقوا جمال جدا. هنا بقى هنعمل الرز. أول حاجة عندي حلة فيها مية مغلية، هحط فيها واحدة مرقة، وهحط فيها معلقة كبيرة ملح، أو على حسب كمية الرز اللي انتوا هتسووه، لأن مش هنحط له ملح تاني. كده عندي ده كيلو رز بسمتي ابيض، حبة طويلة غسلاه ومصفياه. هحطه في المية واسلقه كأني بسلق مكرونة. هيفضل 8 دقايق بالظبط على النار. على بال الرز ما يتسلق هنعمل ايه بقى. عندي حلة هحط فيها الجزء اللي انا شلته من التتبيلة، وهسيبه يتسبك حوالي 5 دقايق لحد ما المية اللي فيه كلها تتبخر. شايفين؟ مفيش اي حاجة. هاخد منها معلقة كبيرة او الكبشة اللي انا بقلب بيها دي، والباقي هسيبه في الحلة. شايفين كده مفيهاش مية. كمان الرز بتاعنا كده عدى عليه ال8 دقايق. باخد منه نص مج مية من مية سليق الرز.
عشان هنزود بيها الرز، هي بس دي اللي هنحطها للرز، لان الرز كده 3/4 تسوية، ف يعني مش هيبقى محتاج مية ان احنا نغمره بيها، هي بس نص المج ده وخلاص. كده هنحط الرز في الحلة اللي فيها باقي التتبيلة. شايفين انا مش مصفية، بنشيله من مية السلق وهو سخن كده وبنحطه في الحلة على طول. على فكرة الطريقة دي لتسوية الرز جميلة جدا. سويته، حطيت نص المج المية، وبعدين هنشوف التتبيلة اللي احنا شلناها، هتشوفوا هنوزعها ازاي دلوقتي بمعلقة صغيرة، وبوزعها بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها. الرز ده طعمه جميل وخفيف، وبجد كل اللي هياكله هيعجبه. ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد، ولو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. الطريقة دي طريقة جديدة بس جميلة. وهنا لو ما انا بحط سمنة، لو مش موجودة عندكم السمنة ممكن تحطوا زبدة. يعني هنقطع الزبدة مكعبات صغيرة جدا ونوزعها كده، عشان دي السمنة او الزبدة اللي هي بتدخل في الرز، لان احنا ما حطيناش في التتبيلة دهون. بفضل احط كده لحد ما اخلص الزبدة بين الصلصة او التسبيكة اللي احنا عملناها. شايفين شكلها جميل ازاي؟ بجد شكلها يفتح النفس من قبل ما ناكل الرز. هي انتوا شايفين ان ممكن تكون السمنة كتير، بس هي حتت صغيرة مش كبيرة. كده خلصت، هغطي عليها لمدة تلت ساعة بالظبط، والرز هيكون معانا استوى وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. مش معجن، مستوي كويس، ما بيلزقش في الحلة. بصوا شايفين مش معجن الرز، كده استوى. وكمان الفراخ بتاعتنا استوت. هنقدمهم بقى، هحط الرز في صينية ونرش عليه رشة كزبرة او بقدونس، يعني الخضرة اللي انتوا بتحبوها. وبعدين الفراخ كانت كده خلاص طلعناها من الفرن وبقت بالشكل ده. الفراخ بعد ما تستوي بنشيل الغطا اللي عليها، وبعدين بنسيبها تاخد اللون ده. لو بتحبوها مش متحمرة للدرجة دي، يعني ما تسيبوهاش تحمر توصل للدرجة دي، بس هي كده جميلة مقرمشة من بره ومن جوه طرية. اجمل طريقة لتسوية الفراخ في الفرن، بجد بتبقى بيضة ونظيفة ومستوية وجميلة جدا. الاكلة سهلة وجميلة، وكل اللي هياكلها هتعجبه. جربوها على طريقتي وهتعجبكم، وقولولي نسميها اكلة ايه. انا لحد دلوقتي مش عارفة اسميها اسم، هي بس جت في دماغي ان انا اتبل الفراخ بالطريقة دي وطلعت ممتازة. جربوها هتعجبكم، واشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله.